السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بنحب نرحب بكل متابعين قناة اليوتيوب في كل أنحاء العالم. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة إن شاء الله. حابب أوضح نقطة كده إن شاء الله بتفيد كل الغواة، المبتدئين وغير المبتدئين. إيه هي؟ طبعا لو عندك زغلول، موضوع الإعاقة ده بيحصل كتير جدا في الشقلباز. طيب واحنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير جدا. في حاجة بتحصل بقى يعني دي بقى اللي ممكن تبقى جديدة قوي على الناس اللي لسه يعني داخله في الشقلباز بقى لها فتره صغيره. حابب اوضحها لك. لو عندك زغلول خرج من قلب الحصويه رجليه سليمه ما فيهاش اي مشكله خالص لغايه ما اتفطم وفطمته وخليته في السلاكه والدنيا معاك تمام، وجي بعد كده رجع منك. بتحصل كتير جدا في الشقلباز النقطه دي. بعد ما الفرد الشقلباز يتفتم ورجليه تبقى سليمه، تبص عليه كده تلاقي رجليه ابتدت ترجع. هتعمل ايه بقى؟ هتلزق رجل فرد الحمام باللزق الطبي زي ما انا وضحت لكم قبل كده. المهم ان رجل فرد الحمام تبقى جنب بعض كده، وهتستخدم صبح وليل الفيدروب. العلاج ده سحر في الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده. الفيدروب نص سنتي الصبح ونص سنتي بالليل. استخدمه لغايه ما تلاقي فرد الحمام ده رجليه اتظبطت يوم بعد يوم، وان شاء الله هتلاقي الموضوع بتاع الرجعه ده اختفى تماما. طيب الحالات دي بتنفع امتى؟ العلاج اللي انا بقوله ده بينفع امتى؟ بينفع فقط للحالات اللي انا لسه موضحها دلوقتي. اللي فرد الحمام بيكون سليم من وهو صغير لغايه ما يتفطم، بتبقى الدنيا معاه تمام ورجليه سليمه ورجليه ما فيهاش اي مشكله. بعد كده بتلاقي فرد الحمام رجع معاك. طيب الافضل تعمل ايه لو عندك يعني ما شاء الله طريحه زغليل، او عندك زغلول طالع طفره طالع جامد طالع رجليه تقيله؟ تعمل ايه عشان ما يحصلش المشكله دي؟ هتستخدم بعد ما تفتم الزغلول دوت لو رجليه سليمه، بعد ما تفتمه على طول لمده اسبوع صبح نص سنتي في دروب وبالليل نص سنتي في دروب. الدنيا هتبقى معاك تمام جدا ورجل فرد الحمام هتبقى كويسه قوي. طيب ليه بيحصل كده في الزغلول بعد ما يتفتم؟ اولا انت ممكن تكون سايب شروال فرد الحمام دوت من وهو صغير لغايه ما اتفطم. في المده دي كلها لما الزغلول رجليه بتتقل في الشروال، كل الشروال ده دم على فكره، فالدم ده بياخد من عصب الرجل وبياخد من فيتامينات الجسم كلها. فيجي الزغلول يقعد بعد ما يتفطم رجليه تبتدي تضعف معاك. فالافضل ان انت تقص فرد الحمام من وهو صغير، وتبتدي لو هو سليم تبتدي تديله دكان بعد ما تفطمه، بعد ما الزغلول يتفتم ب 40 يوم، عشان خاطر ما يرجعش منك رجليه تبقى سليمه، اديله نص سنتي في دروب. طيب لو حصلت المشكله والزغلول رجليه رجعت بعد ما اتفطم بعد ما كان سليم، هتلزق الرجل زي ما انا وضحت لك كده، وهتبتدي تستخدم الفيدروب. وان شاء الله هيفيدك جدا، ومن العلاجات السحر في المشاكل اللي بتحصل للشقلباز، ودوت لا غنى عنه في قلب العش عندي الصراحه يعني. ودي معلومه كنت حابب افيدكم بيها، ويا رب ان شاء الله يعني ينفعنا بما علمنا. ربنا يزيدنا ويزيدكم، واللي جاي احسن ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.